النهاردة هنعمل وصفة غدا قمر بالبطاطس والفراخ، طعمها حلو قوي ومش هتدوقوا في حلاوتها. تاكلوها كده أو مع رز أو عيش، طعمها يجنن في كل الحالات وماشية مع كل حاجة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتعملوا لي لايك تحت الفيديو ده. في طاسة سخنة على النار بنزل بمكعبين من الزبدة معاهم معلقة كبيرة من الزيت، وبستنى بس يسخنوا وانزل عليهم ببصلاية متقطعة صغير. أشوح البصلة لحد ما تدبل وتاخد اللون ده. بعد كده بنزل عليها بمعلقة صغيرة من التوم المفروم، استنى على التوم لحد ما ريحته تطلع، وبعد كده بنضيف معلقة كبيرة من الصلصة سواء المعلبة أو اللي انتوا عاملينها في البيت. بقلبها كده تقلبتين 3 مع البصل والثوم. بعد كده بنضيف الفلفل، ممكن تضيفوا فلفل ألوان أو فلفل أخضر زي ما تحب، يدوب هما كمان ياخدوا تقليبة. وبعد كده بضيف الجزر المبشور. بقلب بقى الخضار كله مع بعض وبوسع كده مكان في النص، وعندي نص صدر فرخة مقطعالي مكعبات صغيرة بحطه في النص واستنى على الفراخ لحد ما تاخد صدمة من تحت حلوة كده. بقلبهم كلهم مع بعض كويس قوي. عندي التوابل بسيطة خالص، فلفل اسود وملح وبابريكا وكمان نص معلقة صغيرة من الشطة، ممكن تستبدلوها بقرن فلفل حامي، وكمان نص معلقة من البهارات المشكلة ورقة من اللوري. وبقلب بقى التوابل دي مع الخضار والفراخ كويس قوي. ولو حسيتوا ان الفراخ وهي على النار نشفت شوية ممكن تضيفوا لها ربع كوباية من المية وهتسيبوها تكمل سوا عادي. وهنا عندي حوالي كيلو من البطاطس بسلقها كويس قوي وبحط عليها توابل بسيطة برضو خالص، فلفل اسود وملح وكاري وشوية كده من الزعتر ونص مكعب من المرقة بفركه كده بايديا وبحطه كمان مع التوابل. وبحط 3 أو 4 مكعبات من الجبنة المثلثات، وبالشوكة او بالهراسة بنهرس بقى البطاطس كويس جدا لحد ما تنعم عندي. تمام قوي كده. وعلشان نحضر البشاميل هنحتاج كسرولة أو حلة كده صغيرة بننزل فيها وهي سخنة ب3 معالق كبار من الزبدة، وبنستنى على الزبدة تسيح، وبحط 3 معالق كبار من الدقيق والزبدة كميات متساوية على نار متوسطة. بقلب الدقيق مع الزبدة لحد ما يدونا الشكل ده. بعد كده بنضيف نص كيلو من الحليب مع التقليب المستمر علشان الخليط ما يتكتلش معايا. بنبتدي بقى نبهر البشاميل، بنحط نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، ونص مكعب من المرقة، ومكعبين كده ولا حاجة من الجبنة المثلثات. وبنقلب ده كله على النار لحد ما الجبنة تسيح والخليط يتقل عندي بالشكل ده. في أي صينية هنستخدمها هندهنها بس بالزيت كده دهنة بسيطة، وننزل كده بالفراخ وبعدين نسويها كويس قوي. وعلى الفراخ بنرش كده رشة حلوة من الجبنة الموتزاريلا، وبناخد كده كبشتين 3 من البشاميل اللي احنا عملناه وبنحطهم برضو على الفراخ والجبنة. والبطاطس بنبتدي نكورها بالشكل ده ونحطها بقى او نرصها جنب بعض كده في الصينية على الفراخ لحد ما نخلص كمية البطاطس اللي عندي. بعد كده بنحط بقى على وش البطاطس البشاميل المتبقي عندي كله، واخر حاجة بقى بنحط على الوش شوية كده محترمين من الجبنة الموتزاريلا. بناخد بقى الصينية ونحطها في الفرن مولع على 200، مولع من تحت بس يدوب بس بتاخد ربع ساعة كده. واخر حاجة بنولع لها الشواية من فوق تاخد اللون الجميل ده، وبنرش على الوش اي حاجة خضرة وبنقدمها وهي سخنة رهيبة. ومش قادرة اوصف لكم الريحة بتاعتها كانت عاملة ازاي. دي من الوصفات المميزة الكريمية اللي بجد مش هتدوقوا في حلاوتها، طعمها رهيب وكل حاجة واخدة من طعم بعض وما شاء الله ريحتها تجنن. لو في وصفة هقول لكم جربوها وعلى ضمانتي يبقى هي الوصفة دي. جربوها وهستنى رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو وتعملوا لايك وتشتركوا كمان في القناة لو مش مشتركين. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.